سنة وانتم طيبين ويا رب دايما بخير وسعادة. احنا في اسكندرية، قولوا لي بقى انتم بتتابعوني منين وبتعملوا ايه في راس السنة عندكم؟ بتحصل المهازل بكل اللي هيفرحني بالمتابعة والشير واللايك ودعوة حلوة. ربنا يسعد قلبه ويحقق له كل الاماني اللي بيتمناها، اللهم امين يا رب. الموضوع بقى جامد قوي. انا حاسه قربنا من الساعة 12 يا ماما، قربنا. هاتيهم من الناحية التانية. الساعة 12 بتعملوا عندكم دلوقتي؟ هاتيك واحدة. العبط ده عندكم برضك ولا عندنا احنا بس؟ اكياس بقى وازايز بتترمى يعني. بص تخلف بيرمي الولد بالكيسه في دماغه. بص بقى الجدع يعدي الساعه 12 ومع ذلك الناس بتعدي يعني. لا اسكندريه كلها رجاله، ما بتفرقش معاها. رجاله وشباب وعيال بتعدي وما حدش فارق معاه حاجه. انا مش عايزه اجرب. انا هبدا يا اخويا السنه الجديده بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يعني نراد بقى الناس. بصي ابتدت تشتغل بالكيس. لا في ستات كمان يعني، مش رجاله بس، الستات كمان جدعه بتمشي. الناس ابتدت السنه بدري شويه، مش مستنيه يعني من الساعه 11، من 10 ومن 9 وهي عماله ترمي. يا رب يعديها على خير. تقريبا يا ماما كانت سنة صلى عليهم. لا والله السنه دي كانت حلوه مش وحشه قوي. بس هم الاطفال اكتر متحمسين. قولوا لي بتعملوا عندكم، اكتبوا في الكومنتات بتعملوا ايه عندكم دلوقتي. مين بيصلي ومين بيصلي على سيدنا محمد؟ مين ابتدى اكل الساعه 12؟ هي كده دقت 12 ولا لسه؟ لسه بصي فوق. كده لسه؟ لسه هو في ربع ساعة. يا ابني استنى شوية. يا ما انا بدري، ما كده الحبل هيتقطع. بس اهم حاجه ما تاذوش حد. الدنيا سخنت، اوعوا تاذوا حد وهو ماشي. السنه اللي فاتت ولعوا في توك توك. الناس يعني ما بتلاقيش حاجه بتكب ميه بالحلل. ذمتكم انتوا راجعين ليه الساعه 12؟ ما انتوا عارفين ان اسكندريه بيبقى فيها ضرب نار الساعه 12. استنى لا 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 لا، ما حدش يلا بسرعه بقى روح. اللي ماشيين في الساعات دي. لا حرام العالم. عدي بقى بسرعه يا عربيه. عدت في سلام. هتاخد لها واحده من اي حته. واحدة اصلا ورا. الساعه 12 كده. لا لسه فاضل ربع ساعة. يا شيخه ربع ساعه والدوشه 14 دقيقة والله. 14 دقيقة ايه ده؟ هو قايل لك لسه بدري قوي. أما لما تيجي الساعة 12 هيعملوا ايه؟ ازاز بقى. كل الكوبايات بص هناك الكياس بتقدم في الشارع، في الشارع كله كياس. وانا برضه على فكرة. بصي يا ماما هناك يا ماما. تقريبا. ايوه. لا انت ترجع حاسة. اجري. يعني كان حاجه في دماغه ده. سريعة يا ماما. ممكن حد رزل يعني يصطاد برضه بكيسه. ماما كلهم بيهم. خلاص ارمي ما تاذيش حد. بص هناك بوظوا العربيه، شتمهم. ده مش هو خطيبته ده؟ خلاص يا عم هتشتم مين؟ ده طالع له. هتطلع لمين بقى؟ خلاص يا عم. ما هو كسر العربية، ما هو مؤذي التاني. ما كسرلوش تقريبا، ماشي بخطيبته. الازاز متشبر يا ماما، الازاز متشبر. متشبر ايه؟ اسمه متكسر. لا انا متشبر يعني. استنى مش دلوقتي. كسر له ماشي هو خطيبته. يلا بقى. ما كده هزروا، مش عايزه هزروا من غير ما تاذوا حد. ماشي بخطيبته بقى، كبوا عليه ميه تقريبا. حطها. كانت وقعت عليه بس. وقعت عليه عيني. طبعا برضه حاجه. ما لحقش. خناقه اول يوم راس السنه. الحمد لله. هي ما لحقتش يعني الساعه 12. ربنا بيحبك. بس المصحف عيب. وانتوا عيب برضه كل ما يشتكوا لحد دلوقتي، ما انتوا عارفين ان في مشاكل بتحصل. واحد
نص الشارع عشان الناس ماشيه. استنى وشوف في اصبر على- ستات ماشيين كمان. خلاص بقى، ما هو ما فهمش راجل هينزل لك، اتكل على الله. قربت من الساعة 12. بس خلاص هديت بقى. هديت ايه ماما؟ قربت من الساعة 12. ده بص الجد ده، انا بجد متضايقه من الناس ان هي ماشيه مش اجري انا دي يا فوزي. لسه هيخشوا جوه لما يستخبوا يا عيني. ده ماشي هيلعبوا. وده وصلوا كده. هيروحوا من المية. ده بصي كميه الناس، تحس ان الناس عايزه تتهزق. كل دي ناس جايه الساعه 12. بص اللي ماشي بقى اشرب ماشي اهم. لا في الاخر هيشتري. ده كان عايز له فعلا واحده بدماغه. شوية يا ماما خليش شوية. ابعد عنه في النص. ايه ده كله ده بقى؟ واستنى لما يجروا. كل دي رجاله بتجري. يا لا بص المنظر. كل ده بصي. بيجروا شمال ويمين. كل ده بصي يا يا عيني. ماما فاضل 9. لسه فاضل كمان ما جاتش 12. انا في التوك توك على فكرة. خلاص خلاص. يا عيني بص ده. هياخدها صاروخ، يا رب ما حد يأذيه، يا رب يا رب ما حد. انا حاسه ان هو هيطلع من كتر الجري. بصي كان في واحد كانوا عايزين بس ما لحقوش، الحمد لله عدى على خير. 12. بدت. بدر ما توطيش قوي يا بدر. اطلع من ده جسمك لفوق. بس احنا ما تجيش. في واحد يعني جاي هناك اهو. ده بصي بيرموها فين؟ عند المحل جوه عند القهوه. قصدي ما عرفوا من السنة. خلاص. يا عيني ثلاثة، هو كل واحد اللي في النص لو خد واحدة الثلاثة الاثنين يبقى في الرصيد. لا خلوا. استنى يا بدر استنى. ماما الولد بيعمل ازاي؟ ماما الولد بيعمل ازاي؟ هيطلعوا في الرصيد يعني اهي. ماما اخي كده.